يا مساء الخير. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. بصوا دي بقى مشتريات الاسبوع. بصوا جبت الطماطم، خلنا اوريها لكم. كانت حمرا وحلوة كده. الطماطم الكيلو ب10. تمام. وجبت خيار بلدي، ده كان عامل 25. والكوسة كانت ب30. ماشي. وجبت ليمون. الليمون غلي قوي. المرة اللي فاتت لما جبته كان الليمون ب25، دلوقتي الليمون الكيلو ب50. مش عارفة بقى غلي قوي كده ليه، عشان خاطر بقى البرد والنزلات البرد وكده ولا ايه. وجبت بطاطا ب25. وجبت بصل. بصوا البصل جميل وحلو قوي. البصل كان عامل 12 ونص. ما جبتش بصل كتير لان انا عندي، فبس جبت كده ايه تكملة يعني. بحب اجيب البصل كتير علشان خاطر هو كل الاكلات. فايه فانا عندي يجي مثلا 2 كيلو ولا حاجة، فقلت اجيب عليهم 2 كيلو يعني. بحبه يبقى بالذات البصل يبقى كتير عندي. وجبت جزر. بصوا الجزر ده كان ب20. وجبت بقى بطاطس تحمير حلوة قوي 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 في السوق. بصوا استنوا عشان الكيس مربوط. بصوا عاملة ازاي، يعني لسه خارجة من الزرعة على طول، طازة وفظيعة فظيعة فظيعة. البطاطس دي كانت عاملة 20، اللي هي حلوة كده وناشفة، وبصوا من جوه كأنها بيضة وبتلمع. في بقى الأصغر فيه ب15، وفي الأصغر قوي ب7.5، بس بصراحة دي أحلى يعني. والفلفل ب20. والبتنجان الرومي سوري، البتنجان العروس ده رومي. جبت بتنجان رومي عشان خاطر المسقعة، كان ب20 برضو. وجبت الكابوتشا الواحدة كانت عاملة 15، والخضرة. وجبت خضرة برضو كانوا يعني التلاتة كانوا ب7. التلات وحدات ب7، فانا جبت من كل حاجة نوعين 2. وجبت بسلة. البسلة عاملة 30. تمام كده. بصوا وجبت خل. ده كان عرض. ده مش ماركة ولا اي حاجة يعني. بصوا ده الخل ده كانت الواحدة ب5 جنيه. بس ده مش بتاع الاكل، انا ما بحطوش في الاكل، انا ده بحب اجيبه للتنظيفات، اللي هو بقى بنضف بيه الخضار وبنضف بيه البوتاجاز كده، فاهميني؟ اللي هو بنحطه على التنظيفات. لكن بجيب اللي هو الغالي، اللي هو مش فاكرة الماركة بتاعته كانت ايه كده، اللي هو كان بيبقى ب25. بجيب ازازة برضو ولا ازازتين كده للاكل، لكن ده بحب اجيبه للتنظيفات قوي. بيبقى بعرض كده وموجود برضو في السوق، فبجيب كده 4 ولا حاجة اخليهم عشان خاطر التنظيفات. تمام. بس ده بقى لفت. بصوا الجمال. دي ماما هي اللي عاملاه وجايبهولنا، ده أنا اكيد مش شارياه. تسلم ايديها يعني. بس استنى هوريكم حاجه تاني. وجبت سمك. جبت سمك بلطي. استنى اوريكم. وجبت بسارية. بصوا بقى، تعالى اوريكم البسارية الاول. استنى. بصوا البسارية عامله ازاي، حيه 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 يعني. بصوا انا بس مش عايزه افكها من الكيس عشان خاطر الزفاره. بصوا عامله ازاي البسارية، وعينيها بصوا عامله ازاي كلها كده، لان ده اصلا اوانها. انا جبت نص كيلو، هو الكيلو ب35. فانا قلت له عايزه نص كيلو، فقال لي احط لك ب20. رحت قلت له خلاص تمام ماشي. دي علشان خاطر هخللها. تمام. بصوا بقى جبت بولتي. انا بحب انزل برضو انقي السمك بنفسي، انا ما بطلبهوش. استنى هوريكم دي بقى اخر حاجه عشان ايديا هتتوسخ بقى، وهدخل وهشوف بقى هعمل ايه بقى.
هنضف بقى التنظيفات اللي انا كنت فاكرين عملتها معاكم قبل كده، فايه بصراحة مش هعملها معاكم تاني. يعني هنضف انا كده مع نفسي الخضار وهحطه في التلاجة. بس همسح بس التلاجة مسحة كده يعني حلوة، هي نظيفة نشكر ربنا ما فيهاش حاجة. بس ايه هلمعها كده وهحط فيها. بصوا انا بجيبه، انا بصراحة بخلي الراجل ينضفولي وهو واقف، بس طبعا احنا لسه هننضف تاني. بس فكرة اللي انا انضفه انا لوحدي في البيت لا، وبخليه يشيل الجزء ده اللي هو بتاع البق، لان احنا كده كده اصلا ما بناكلش الراس، بس بنحب الراس تبقى موجودة في السمكة ما بنقطعهاش. فبنشيل بس الجزء اللي هو بتاع البق ده كده كنوع من انواع النظافة يعني. وانا برضو لما بنضفها بشيل حاجات برضو من جوه وكده، بس بخلي شكل السمكة عشان خاطر يعني بخلي الراس عشان خاطر شكل السمكة يبقى كويس. بصوا السمك البولتي دوت اللي هو وسط كده، انا ما بحبش اجيبه كبير، يعني بحبه وسط. الكبير بصراحة بحسه اللي هو فيه دهون كده وما بحسش، مش بحس ان طعمه حلو. ولا بحبه الصغير قوي يعني، احنا بنحب نجيب الوسط ده. الوسط ده كان عامل 72 جنيه في السوق. في اللي هو اكبر شوية كان ب85، وفي اللي هو الاصغر من ده كان عامل فيه منه ب65، والصغير قوي كان عامل 60. فانا جبت اللي هو ب72 ده. بصوا انا بحب انقي السمكة بنفسي، تبقى ناشفة وتبقى عينيها بصوا بتلمع، وتبقى الخياشيم بتاعتها، بس هو بص بيشيل الخياشيم بتاعتها يعني وانا بنقي. بنزل لازم سوق السمك، لازم انزله الصبح بدري علشان خاطر اجيب السمك طازة. لو نزلت بعد الساعة 11 خلاص كده انا ما بلحقش السمك الطازة، وبحس ان خلاص كله اخد السمك الحلو ومتبقي يعني، بحس ان البواقي هي اللي موجودة في سوق السمك. فعشان كده لازم اجيبه طازة. بس هقفل بقى معاكم كده وهنشوف بقى هنعمل ايه بقية الفيديو. بصوا بقى يلا نقول يا مسهل كده. وايه مسكت السمك، انا بحب طبعا اول حاجة ابتديها يعني لو جبت مع الخضار لحوم او اسماك، الحاجات دي ابتدي بيها هي الاول. الخضار هيستنى عادي ما فيش اي مشكلة، بس الحاجات ديت ما بتستناش. مسكت السمك، هو انا زي ما وريكم كده انا بحب اجيبه متنضف، وبحب اخليه يشيل البق علشان اللزوقه بتاعه البق دي بتفضل موجوده الصراحه. ف يعني ما بتبقاش حلوه. انا ماما هي اللي قالت لي على الطريقه دي اللي هو شيلي البق. تمام كده. هقول لكم كمان بصراحه ليه كمعلومه، لان السمك بيبيض من بقه، فتحسي ان مهما غسلتي البق بيبقى فيه زي لزوقه، فاحنا بصراحه بنشيل البق. تمام، عشان بس تبقى عندكم خلفيه. فبصوا بقى بجيبه وبنضفه حلو جدا جدا بالسكينه كده، وبقعد بكحته من جوه، وبشيل العين بتاعه السمكه، بمسكها كده بالسكينه بقورها. هتقولي طب ما تشيلي الراس كلها وخلاص. بصوا مش عارفه، احنا بنحب شكل السمكه تبقى كامل، لكن لما الراس بتتشال بحس ان يعني حد واكل منها الصراحه. لكن ايه انا بنضفها كويس وبشيل الخياشيم بتاعتها اللي هي بتبقى زي مرارة كده، اللي هي لما باجي اتبل السمكة ولا حاجة ممكن مرارتها تنزل على السمك. بصراحة الراجل بيخليها لي زي الفل، بس انا طبعا بكمل عليها طبعا في البيت. بمسك كده العين بتاعت السمكة كده بالسكينة كده بالراحة بقورها وبتطلع معايا بكل سهولة. ما بحبش اي عين ولا سمكة بقى ولا جمبري ولا كابوريا ولا استاكوزا، اي عيون ما بحبهاش، لازم تتشيل، لازم تتشيل. ابدا ما بحب يعني ما بحبش اكلها على السفرة كده ابدا، بتضايق وبخاف منها. تمام، وبتبقى شكلها مش لطيف، لكن لما بشيلها كده بصراحة بحس اللي هي حلوة كده يعني تفتح النفس. بس بمسكها بقى وبشيل بقية الزعانف اللي هي الراجل ما شالهاش. وبصوا بقور كده، بمسك كده بالراحة بسن السكينة وبقورها كده بالراحة العين، وبتطلع معايا بكل سهولة، وبكحتها من جوه. وبعد بقى ما بخلص السمك، كمية السمك كلها،
على فكرة برضو بيبقى فيها زي قشور برضو، لازم يعني ايه انضفها. يعني بمسك كده بالسكينة برضو وبقعد اكحت، بلاقي برضو فيه زي القشور بتاعة السمك برضو تطلع. فما تعتمدوش تنظيفات حد مهما حسيتوا ان الراجل نظفها وكده، لا انتوا ما تعتمدوش الكلام ده. لازم ايديكوا هي اللي تنظف، لازم انتوا تشوفوا التنظيفات بنفسكم. خلاص تمام كده. بس بعد بقى ما بنضف كل الكمية بتاعت السمك، بعمل ايه؟ بحط السمك في شوية ملح وشوية ليمون وشوية دقيق صغيرين قوي قوي. بس بكتر السمك شوية. بكتر السمك ايه، بكتر الملح شوية علشان خاطر يبقى حي يعني. المية بتاعت النقع دي يعني هي نقع، وفي نفس الوقت علشان خاطر ينزل لي اي دم زيادة. بحسها برضو بتدي كده نكهة للسمك. والطيور برضو على فكرة برضو لما بعمل لها محلول نقعي دي و... وبسيبها شوية في الملح، بحس ان اللحمة من جوه كده حقيقي. حتى لو انتي مثلا التتبيلة بتاعتك قليلة او حاجة، لا بتحسي ان هي اللحمة من جوه حي. بس بصوا زي ما انا كده خلصت التنظيفات بتاعه السمك ونقعاها زي ما انا قلت لكم، وابتديت اعمل في البسارية. في بصي ناس بتنضفها زي ما انا اوريكم كده، انا بقى ما بعملهاش كده، ما بعملهاش اللي هو كده وافضل ارج فيها لحد ما تنضف. انا ما بعملش كده، انا بعملها معاملة الجمبري. بعمل ايه؟ بمسك البسارية وامسك واحدة واحدة واطلع منها زي خيط كده رفيع، اللي هي بتبقى زي معدتها كده يعني. تمام. انا كده كنت جايبة نص كيلو. وعلى فكرة انا عندي صبر اللي انا انضف الحاجة بتاعتي طالما هناكلها كده ونفسنا تبقى مفتوحة عليها، بيبقى عندي صبر جدا جدا وما عنديش اي مشكلة اللي انا اقف انضف الحاجات دي. بشغل جنبي مثلا تسبيحة، او بشغل جنبي مزامير، او بشغل جنبي عظة، وبقف كده في المطبخ كده وانا بسمعهم، بسرح مع الحاجات اللي شغالة، فبلاقي نفسي خلصت كل الكمية. بحب يعني بحب لما اجي انضف الحاجة كده احب انضفها كده بضمير قوي، فقول قوي كمان الصراحة. تحسي ان انتي تاكلي الحاجة كده وانتي مغمضة وانتي نفسك مفتوحة. بصوا هنا كمية الدم اللي طلعت من السمك عاملة ازاي. يعني كمان ما بستكفاش اللي انا بنضفه كده، لازم انقعه ساعة نص ساعة براحتك، بس لازم السمكة تتنقع. وبعد كده بقى بشطفها كويس. بصوا بقت زي الفل من جوه ومن بره. بعد كده بشطفها كويس بقى من محلول النقع ده، وبرده عشان خاطر لو في اي دم متركز او اي حاجة خلاص على كده. وبسيبه بقى في المصفى شوية. لازم احط السمك في مصفى قبل ما اتبله. لازم اشيل المية الزيادة منه، ما بتبلهوش وهو مبلول ابدا ابدا ابدا، لازم اشيل مية الزفرة منه. بس حطيت بقى السمك يتصفى، عقبال ما قلت يتصفى رحت مسكت بصلتين كده حلوين، رحت ايه يعني تبلتهم. بصراحة هقول لكم الحقيقة، البصلة انا ما بخليهاش باللون ده، بخليها افتح شوية. بس كنت شفت شيف قال لا احرقوا البصلة وكده وجربوا، فانا قلت اجرب. بس للأمانة ما عجبتنيش، الرزاية طلعت ممررة. انا بخليها زي لونها كده نحاسي شوية، لكن اللي هي تبقى محروقة شوية كده لا. ما تعملوهاش. يعني لو انتوا متعودين ان انتوا تخلوا البصلة نحاسي شوية، خلوها نحاسي. لكن يا فرحتي اللون يبقى بني قوي بتاع السمك بتاع الرز يعني بتاع السمك ويبقى ممرر، لا ما عجبتنيش. بس بعد بقى ما خلصت الرز، بصوا انا تبلت السمك بس بصراحة ما تبلتهوش معاكم. ليه؟ لاني انا تتبيله السمك بتاعتي غريبه شويه، فانتوا هتقعدوا تقولوا لي ايه ده الطريقه دي، فانا بصراحه مرضتش.
لاني انا ما بحطش فيها اي افتكاسه، انا يا دوبك بحط فيها كمون وكزبره وملح وليمون بس. ما بحطش بقى ولا خضره ولا طماطم، ولا حتى بحط كم توم. انا ما بحطش توم لاسباب، اللي هو احنا عندنا ناس ما بتحبش البصل بالثوم، فاحنا كبرنا دماغنا وقلنا خلاص احنا هنعمله كله من غير توم، وبيطلع على فكرة حلو قوي 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 بأمانة ربنا، وحقيق وزي الفل. فبس انتوا طبعا متعودينه بتوم فحطوا توم. بحب برضو ابهر الدقيق بنشا والكمون وكزبرة وملح. تمام. وعقبال بقى ما قلت اعمل ابهر السمكية بالدقيق كده، حطيت الزيت على النار. ما بحطش زيت كتير قوي، وانا ليا طاسة دي للسمك لوحدها، دي ما بعملش اي حاجة فيها غير السمك بس. تمام. بخلي عقبال بقى ما ببهر السمكة بولع النار. لازم الزيت يبقى سخن قوي قوي قوي، يبقى بيغلي عشان خاطر السمكة تقرمش معاكي وما تشربش زيت. تمام. دي كده انا عارفه في حاجه ناس كتير شاطره والكلام ده كله، انا ما بعدلش على الناس الشاطره، انا بس بقول للناس اللي هي البناويت اللي هي بيبقى في تريكات كده بتعدي عليهم. بصوا عقبال بقى ما السمكتين دولت مثلا يتقلوا، انا بحب اعمل كل السمك بتاعي بالدقيق، علشان خاطر السمكه لما بتقعد شويه في الدقيق بتحسي ان الدقيق بيشربها، لانها برضو بتبقى زي منديه كده. فبحب ابهرها تاني بالدقيق، يعني بحب اسيبها شوية في الدقيق متبهرة، فلما تتبلى ارجع ارجعها تاني في الدقيق علشان خاطر يعني ايه تبقى مقرمشة معايا خلاص كده. ما بحبش اطلع السمكة لونها جلد، بحب اديها حروقة بسيطة، ده كلنا بنحبها كده، بنحب نديها حروقة بسيطة بتقرمش، بتبقى الجلد من بره مقرمشة كلها كده وبتبقى جميلة قوي. تمام. بس وعقبال بقى ما كده انا كنت بقى ايه، بصراحة عملت السلطة كده مع نفسي. برضو السلطة حطيت فيها نفس البهارات بتاعة السمك، ليمونة وملح وفلفل وفلفل اسود وكزبرة وكمون، ودخلتها بقى ايه التلاجة شوية وخلاص. قلت ادخلها التلاجة عقبال ما ايه مقلي السمك، لان الجو كان برد فمش هنستحملها اللي هي تبقى في التلاجة. بس انا قلت ايه، عشان انا كنت شارية لسه الخضار برضو من السوق وسخن وكده، فانا قلت اخليها بس تسقع شوية عقبال ما اخلص كمية السمك. وكده نكون وصلنا لنهاية بس الفيديو بتاعنا واكلنا، والهنا والشفا على اللي كله، واشوفكم فيديو جديد، وباي باي.